الرابح فيصل مندوب الولاية للأمن الطرق بولاية الشرق. في إطار الحملة التحسيسية اللي تقوم بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العمرانية عبر المندوبية الوطنية للطرق بمناسبة موسم الاصطياد، هذا العام اخترنا شعار بالتأني للعطلات المحلي. طبعا نظرا لهذه الفترة بالذات ازدياد حوادث المرور في هذه الفترة الممتدة من 1 جويلية حتى ل 31 أوت، كثفنا من الحملات التحسيسية لفائدة السواق خاصة المسافات الطويلة. طبعا هذا الموسم اللي هو موسم العطلة، ونعرف أنه كثير من العائلات تتنقل يعني من المناطق الشمالية. الطريق الوطني راه هذا يعرف حركية كبيرة في هذه الفترة بالذات، ولهذا خلال هذه الحملة التحسيسية نقدم نصائح وإرشادات لفائدة يعني مستعملي الطريق خاصة في سياق فترة من الحرارة مرتفعة في المناطق الجنوبية. يجب احترام السرعة، طبعا السرعة المحددة. يجب أيضا التجاوزات الخطيرة. كثير من حوادث المرور يعني لازم يعرف وين يتجاوز، يحترم يعني شروط التجاوز. أيضا الاستعمال اليدوي للهاتف، كثير من السواق يعني ماهوش فقط يتكلم في الهاتف النقال ولكن حتى يكونيكتي، يعني يد في المقود ويد في الهاتف النقال. كل هذه النصائح يعني يقدموها للسواق زيادة على يعني دعائم تحسيسية ومطويات. ربما الهدف المرجو من هذه الحملة التحسيسية هو دائما نشر الوعي المروري وترسيخ الثقافة المرورية لدى السواق. أنا نتمنى إن شاء الله السلامة لكل سواقنا، إن شاء الله يراقبوا بخير وبخير. الهدف المقصود الرئيسي هو مجابهة ظاهرة الحوادث. شكرا.